النائب معنا أبو بكر بن ميلاد عن مدينة الخمس، النائب بمجلس النواب. مساء الخير أستاذ بكر. مساء الخير. مساء الخير أستاذ عبد العزيز، أهلا وسهلا بك. تحية والتقدير ليك ولي أولا أهلنا في الخمس الطيبين المحترمين، وأيضا إلى كل نواب بمجلس النواب. يا ريت أستاذ بكر تحدثني اليوم على قصة مجلس النواب اللي ما صارش من الاجتماع والتأجيل واستمرار التأجيل، وشنو القصة؟ يعني الناس معلقة فيكم النوارة وللأسف ما فيش عمل بالمستوى المطلوب. يعني أولا يا سيدي مرحبا بك، وأحييك وأحيي قناتكم الموقرة، وأحيي كافة مستمعيك. تحية طيبة في هذه اللحظة. فيما يخص يا سيدي قضية الحوار، الحقيقة الحوار هذا أصبح قصة لا تنتهي. أولا مجلس النواب اتخذ قرار سابق بحل اللجنة السابقة واتهمها بالفشل في الحوار الذي دام سنتين، واتفقوا جميعا في مدة سابقة على أن يتم اختيار لجنة الحوار على مستوى الدوائر، وهي 13 دائرة من 13 نائب، وتم ذلك بالفعل. إلا أنه وللأسف هناك أجندة خطيرة داخل مجلس النواب، أجندة خطيرة 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 جدا، وهي التي تحرك في مجلس النواب باستمرار. فوجئنا من الرئاسة بأن يتم الاتفاق على اختيار 4 من كل إقليم، ونرجع إلى المربع السابق لنبقى سنة واثنين أخرى، ومجلس النواب يتقاضى في المرتبات ويتمتع بالمزايا وغيره من الأقسام الأخرى، والشعب ما له شيء أهمية عند هؤلاء. لجنة الحوار عن طريق من أمس اجتماعات، وحتى اللي ما جاش اليوم 100 نائب جو تقريبا من اجل كلهم اغلبهم مرشحين للحوار، وكان الحوار اصبح لعبه. الحقيقه الغرض من ذلك انهم لكي يذهبوا الى تونس والى الصخيرات ويتمتعوا في الفنادق، ولا يهمهم الشعب الليبي. هناك من هو غير قادر على لجنه الحوار، ما هيش حاجه سهله. كل واحد بيرشح لجنه الحوار اكثر من 100 نائب جو، وللاسف لما شاف الرئيس 100 نائب كان يفترض ان يعقد الجلسه وأن يرشدهم وأن نتفاهم ويكفي المعاناة التي يعانيها الناس. إلا أن الرئيس قد انسحب من الجلسة بحجة أنه عنده وفد بقابله، وكان النائب الأول موجود ولم يقوم برئاسة الجلسة ولم يدخل نواب القاعة، وهذه الحقيقة مهزلة. أنا مش عارف إلى متى الشعب بيصبر على هذه المهزلة. حقيقة شيء يعني يا أستاذ أبو بكر. نعم أستاذ بكر، هل النواب هذول ال100 اللي جايين بدل ما يجوا يناقشوا القضايا المصيرية في مجلس النواب، ومجلس النواب مفروض باستمرار يكون خلية متحركة باستمرار، سواء مساءلة سواء نقاش سواء أفكار جديدة بينة نيرة مراقبة الناس، وإذا بهم جايين من أجل أن يعطوا ملفاتهم باش يكونوا أعضاء في لجنة الحوار؟ والله هذا الغرض الحقيقة، لأن في اللي سنة اللي ما جاش، في اللي 8 شهور، في اللي 7 أشهر، شيء مخجل جدا جدا جدا. يا أخي هؤلاء الناس معلقة عليهم الأمال. أنا حقيقة أراه حكاية لما كان ما زال الناس يعدلوا على مجلس النواب، فأرى أنهم يحرجون في البحر. يجب الناس المجتمع المدني وأنتم الإعلام حتى انكم يجب تقوموا بتحريض الناس، لأن هذه مهزلة. كون مجلس النواب بقي سنة أخرى بهذا الشكل ويتقاضى المرتبات ويتقاضى المزايا والمهام والعقود التي تجرى مع الشركات ومع الوزارات، الحقيقة شيء مؤسف جدا. مجلس النواب لم يعد صالح لهذه المرحلة بكامل أعضائه الحقيقة. لأن حكيت الحوار تعال غدوة تعال بعد غدوة اختار 4، يا أخي احنا في وضع سيء جدا. تكلمنا وقلنا يجب مجلس، يا أخي إذا كان أعضاء ما يجوش بال5-6 شهور ولا في واحد، وهذه مؤامرة من داخل المجلس حقيقة نعتبرها، وكل ما قل العدد ما طبقوش اللائحة الداخلية أستاذ أبو بكر، يعني مش في لوائح داخلية ولا هناك ولا لائحة سلوك ولا حقيقة. لا يوجد مجلس النواب الحقيقة في الواقع، مو مجرد المرحلة. أنا الآن بدوري كعضو مجلس النواب، أنا لم أخرج من طبرق بسنتين ولا مهدب مهمة. مهمتي الآن أن نحرض الشعب ليخرج وأن يكون صوت مدننا، يعني يكون صوت مدن ومواطنينا. يعني اليوم المواطن عاجز عن الدولة، هذا خلاص، هذا في حكم المنتهي الحقيقة. يجب أن نرى أن المشايخ والأعيان أن يشكلوا مجلس شيوخ
ناس من كبار السن والنشطاء والسياسيين، ويحلوا محل هذه الأجسام ويدبروا ليبيا. ليبيا حتضيع ونحن في مركب واحد. إذا كان احنا عابين على هؤلاء والله أقسم بالله العظيم حتى سنة حتى اثنين. شيء يا سيدي، شيء يا أستاذ عبد العزيز مؤسف جدا، شيء يبكي والله يبكي. نواب غير مهتمين بهذا الموضوع، الغياب المستمر. واحد قال له لي 6 شهور، قال له واحد وينك؟ قال له والله انا مصاب باحباط. لما تتقاضى 15 ما تصابش باحباط. لا حول ولا قوه. صدقت يعني على الحقيقه الشعب والمجتمع المدني وانتم الاعلاميين، الاجسام هذه لا تصلح اطلاقا، لا يمكن ابدا. باي وين دور يا استاذ ابو بكر؟ استاذ ابو بكر وين دور اللي رشحوهم؟ يعني انت اليوم تتكلم عن مدينه الخمس او جزء من مدينه الخمس، وين المدن الاخرى والقرى اللي رشحوا وحدين في مجلس النواب ولا عند الان ما داروش وما كانوش صوت حقيقي لمناطقهم وعالجوا مشاكل مناطقهم سواء الامنيه سواء الخدميه؟ يجب ان يخرج، وانا والله العظيم على استعداد ان يخرج الناس من الخمس، واذا ما اسقطوني والله ما عندنا دقيقه. يجب المدن ان تخرج وتسقط هذه الاجسام الفاسده الحقيقه. شنو فيه اللائحه الداخليه لمجلس النواب لو خرجت مدينه وقالت انا ما عاش نبي النائب الفلاني وهذا النائب الفلاني؟ كل المدن. يا راجل تصور التنافس على رئاسه اللجان، لان بعض رئاسه اللجان المهمه لا علاقه بالوزراء والشركات تنافس على شده، بينما الناس تعاني في الطوابير، تعاني في كل مكان. ونحن نقول مجلس النواب هذا عار، هذا مجلس العار، مجلس العار وليس مجلس النواب. انا هذه اخر، ربما تكون اخر حقيقه مداخله عينه من الكلام. يجب على المدن ان تخرج فورا وتسقط اعضاء مجلس النواب وتسقط كل هذه الاجسام وتدبر حالها. اما هذه الاجسام قاعده تصرف المال، يعني لو كنت تشوف الاموال والله العظيم تصدع الدماغ. انا اتحداهم ان يخرج واحد منهم ويجيب حتى مدير المراقب المالي ورئيس الشؤون المراقب المالي ورئيس الشؤون الماليه في مجلس النواب لو يطلع الملفات اللي عنده تشرحوا الارقام الماهوله المصروفه يا ليبيين. هذه تبي راجل عنده نقر هنا عنده شخصيه وطني. حتى انا اتحدى حتى رئيس الحكومه، اتحدى محافظ مصرف ليبيا المركزي وزير الماليه ان ياتي بالحسابات بس ويقول قد صارفه. حتى اللجنه التسخيرات السابقه اليوم لهم 2 سنين نبغى نشوف قد صار فيه، ويشوف مجلس النواب وغيرهم قديش مصروفاتهم يا اخي. ملايين يا سبحان الله. الناس راقده يا راجل وتتفرج وتسمع، واقفه طابور على الغاز، واقفه طابور على الميه، واقفه طابور على الكهرباء، حتى الضي ما عندهاش. هذه صوره الواقع. لا حول ولا قوه الا بالله. مجلس النواب حتى سنه اخرى ما قادر حتى يعين وزير، مش يدير لجنه حوار، فهمتوا؟ وينهي الصراع. هذا صراع لا ينهي الا المشايخ. خلاص هذه التجربه الماضيه من الماضي. المشايخ فهمتوا؟ العيال المناطق ويجب ان يلموا بعضهم ويتفاهموا، ولربما يكون اللقاء بينهم هو المثمر. اما مجلس نواب، مجلس دوله، كلام فارغ. وزاره، سفراء، حقراء، هذا كلام فارغ كله. مع هذول بتاعين مال، بتاعين فلوس، بتاعين فساد. الله غالب تجي الوطن بهم. نرجو من الله ان يحاسبهم قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك استاذ. عليكم ملام انتم الاعلام لازم توجهوا الناس بهذه الطريقه. ما عندنا اي مفر ولا طريقه اخرى. بارك الله فيك استاذ ابراهيم بن ميلاد، حقيقه العضو النواب عن مدينه الخمس، الرجل النقيل اللي كلمته في الميعاد في السفراء قدام الناس اشكر ميدان. ما احوجنا الى نواب صادقي السريره والنوايا وقادرين انهم هم يا يقدموا عمل جيد لمناطقهم يا يسكتوا. اما نواب مجرد دائره من دوائر الكولسه والبلعطه والتشعشيع من تركينا اللي تركينا، هذه لا تنقذ اولادهم، ومهما ادخر من اموال لن تفيد. كان هذا راي فائده تثريا العالم. باقي يسحب روحه اول واحد ولا اخر واحد يكون تري في العالم، وباقي هو مطمئن انه هو ضنوته ولا اولاده بيكونوا اثرياء حتى. لا حول ولا قوه الا بالله. اشكرك استاذ ابو بكر.